حبيت النهاردة أتكلم عن المعادي جدا. هي كده كده يعني غنية عن التعريف، ولكن هي من أكتر الأماكن اللي بستغرب جدا إن مهما تخرجوا فيها أو مهما أنا بخرج فيها عامة أحب إن أنا أروح أخرج فيها تاني وأتمشى في الشوارع بتاعتها. يعني من غير أي ملل. فيها كمان سلانترو، من ضمن الأماكن المصرية 100%. هو أول أصلا كافيه يعمل فكرة الكوفي هاوس تشين TBS. فيها أماكن كده يعني المود بتاعها حلو، يعني لو حابين تقعدوا لوحدكم تفصلوا شوية من الدوشة بتاعت الشغل أو الدوشة بتاعت الحياة عامة. أعتقد إن المعادي أنسب مكان، حتى ولو كانت مش هادية قوي زي الأول أو زي زمان، ولكن هي برضو جميلة جدا. بحس ان مفيش حد اصلا ما عندوش ميموريز مع المعادي. يعني اول الخروجات اعتقد كانت في المعادي. تحسوا ان هي الذكريات بتاعتها بتكون مسيطرة على عقلك، فبتلاقي نفسك تلقائي حتى لو فضلت سنة سنتين ما تخرجش في المعادي، بس في الاخر هترجع تخرج في المعادي. لان هي مش بس في ذاكرتك، انت بتلاقي نفسك حابب المكان نفسه، حابب الجو والشجر والشوارع والكافيه اللي متعود عليه. لو خرجت مثلا خروجة مميزة بالنسبة لك بتحس ان الجو جميل جدا في المعادي. حابة اعرف جدا في الكومنتس ايه اكتر الاماكن اللي بتحبوا تروحوها في المعادي. لما قلت كمان على سلانترو ان هو اول مكان يعمل الكوفي هاوس تشين، كنت اقصد اول مكان يعمله في مصر يعني.